اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم حريشات في الفران ساهلين صراعين وكيجيو لذاذين بزاف. اسهل ما يمكن لك تحضري للفطور او للكوتي. بيضه واحده فقط، والطريقه ديالهم سهله بزاف وكيجيو لذاذين بزاف. لما نطول عليكم نخليكم مع المكونات وطريقه التحضير، وفضلا منكم وليس امر الى عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنساونيش خواتاتي من اللايكات ديالكم لتشجيع القناه. ونبداو على بركه الله. بالنسبه للمكونات غادي نحتاج بيضه واحده، علبه ديال الياغورت بالفاني او لا طبيعي، كاس ديال جوز الهند اي الكوك، كاس الا ربع ديال السكر، والحلاوه كتبقى على حسب الذوق، بغيتو ديروا كاس كيبقى لكم الاختيار، كاس ديال الحليب، كاس ديال الزيت ما عامرش مزيان. من الاحسن البيض والياغورت والبيض يكونوا بحراره المطبخ. وعندي رشيشه ديال الملحه والسميده الخاصه بالحرشه والبسبوسه، يعني السميده المتوسطه. عندي 2 اكياس ديال خميره الحلويات من فئه 7 غرام، يعني المجموع 14 غرام. وعندي واحد الكيس ديال السكر بنكهه البرتقال. كيف ما يمكن لكم تنكهوا باي نكهه بغيتوا، ديروا الفاني او ديروا قشور ديال البرتقال او قشور ديال الحامض. انا ما كانش متوفر عندي قشور ديال البرتقال، لهذا استعملت هذا الكيس هذا ديال السكر بنكهه زهره البرتقال، حتى هو كيجي لذيذ بزاف هاد الحريشات. في اناء غادي نوضع حبه ديال البيض، نزيد السكر ونزيد الحليب، رشيشه ديال الملحه، ونزيد الياغورت والزيت والكيس ديال السكر بنكهه البرتقال او زهره البرتقال. يعني كنوضع جميع المكونات السائله في الاول، وكنخلي غير السميده والكوك والخميره. غادي نخلط جميع هاد المكونات هادو حتى كيندمجوا ليا، وكنحس هكا بالسكر انه داب. الطريقه ديالهم راه ساهله بزاف، يعني كنوضعوا كل شيء في مره واحده. صافي غادي نخلطهم مزيان حتى غادي نحس بالسكر كما قلت لكم داب. نضيف داك الكاس ديال جوز الهند، ندمج مزيان. عاد غادي نوضع السميده. بالنسبه للجوز الهند الا ما بغيتو ديروا غير السميده، كيبقى لكم الاختيار. هو الكوك كيجي فيهم زوين، ولكن الا ما كانش متوفر او ما بغيتوش يمكن لكم تستغناو عليه، ماشي ضروري. انا استعملت ياغورت طبيعي. كما قلت لكم يمكن لكم ديروا الفاني او لا طبيعي، او لا كان عندكم بالنكهه ديال جوز الهند حتى هو كيجي رائع في هاد الحريشات هادو. هنا بالنسبه للسميده عندي 500 غرام، ما يعادل 5 ديال الكؤوس او لا نصف كيلو ديال السميده. كنوضع واحد الكميه كندمج، ومن بعد كنزيد نضيف الكميه المتبقيه. وجميع المكونات غادي تلقاوهم الاسفل في صندوق الوصف. صافي غادي ندمج كلشي مزيان حتى غادي نحس بالسميده، يعني اندمجت ليا مع السوائل. الخليط كيكون على هذا الشكل هذا، يعني كتحسوا به ان مازال خفيف شويه. غادي نخليوه كيرتاح تقريبا واحد 10 حتى 15 دقيقه. ومنين كنرجعوا باش نشكلوه راه كنلقاو انه تشرب دوك السوائل. بعد ما خليته ارتاح تقريبا 15 دقيقه، عندي هنايا شويه ديال الكوك شويه ديال السميده اللي غادي نفند فيهم هاد الحريشات هادو. يمكن لكم ديروا غير السميده بوحديتها. هنا عندي الخليط بعد ما ارتاح، وواحد لاطه اللي فرشت ليها ورق الزبده اولا ورق الطهي. كيف ما يمكن لكم دهنوها غير بشويه ديال الزيت وترشوا عليها القليل ديال السميده. صافي غادي نبدا كنشكل في الحريشات، والقياس ديالهم كيبقى على حسب الرغبه ديالكم. انا درتهم على هاد القياس هذا، يعني درتهم شويه كبارين. صافي كنبدا هكا كنشكل فيهم، وكنوضعهم في ديك السميده مع الكوك، وكنضغط عليهم هكا غير واحد شويه باش كتلتصق فيهم السميده والكوك. وكنبدا كنوضع في اللاطه. في هذا الاثناء كنكون شعلت على الفران على 170 درجه، 170 180 درجه من الاسفل والاعلى في نفس الوقت. بين ما كنكمل التشكيل ديال الحريشات كيكون الفران سخون. كنحاول هكا نقادهم باش يجي الشكل ديالهم مقاد.
غادي نستمر بحال هكا حتى غادي نكمل كاع هاد الكميه هذه اللي عندي. من بعد غادي ندخلها للفران وغادي نوضع هاد التصني هذا قريب شويه للنار الفوقانيه، يعني تكون النار قريبه للوجه ديالهم باش هكا كيتشقوا لينا، والفران كيكون شاعل من الاسفل والاعلى. الاخوات اللي عندهم الفران كيتشعل غير من واحد الجهه غادي طيبوهم في الاول من الفوق ديالهم باش كيتشقوا لكم، عاد من بعد غادي تهبطوهم باش يطيبوا من الاسفل ديالهم. واللي عندها الفران ديال الكهرباء كيشعل من الفوق ومن التحت غادي طيبهم في نفس الوقت. العافيه كتكون قريبه على الوجه ديالهم. الوقت كياخذوا ما بين 20 حتى ل 25 دقيقه، كتبقى على حسب النوعيه ديال الفران. وهذا هو الشكل ديالهم بعد ما خرجتهم من الفران، كيجيو على هذا الشكل هذا، كتجي فيهم واحد الرائحه زوينه بزاف والمذاق ديالهم رائع، وبسرعه كيوجدوا ما كياخذوش منا وقت في التحضير ديالهم. كيف ما شفتوا ساهلين بزاف في التحضير ديالهم وكيجيو لذاذين بزاف، وكيجي حتى المنظر ديالهم زوين. القياس ديال الحريشات كيبقى على حسب الرغبه ديالكم، يمكن لكم ديروهم بحال هكا اولا ديروهم صغارين. بالنسبه للكميه اللي عطاتني 18 الحريشه اللي الحجم ديالهم كبير، الا درتهم صغيورين راه غادي تعطيكم كميه اللي هي اكثر. غادي نفتح معكم وحيده باش تشوفوها كامل الداخل كيفاش كتجي هشيشه ولذيذه بزاف. كانت هذه هي الوصفه ديال اليوم، كنتمنى انها تنال اعجابكم. ولا عجبتكم كما العاده اخواتي ما تنساونيش من اللايكات ديالكم والتشجيعات ديالكم، وتنضموا للقناه الا كنتم مازال ما انضميتوا ليها، وتفعلوا زر الجرس باش هكا توصلوا بكل ما هو جديد. تبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاحباب لتشجيع القناه. ما بقى لي الا نقول لكم مع السلامه الى فيديو قادم ان شاء الله.